خليني أحكي لك حكاية حصلت بجد. راجل في الخمسينات يومه كان عادي جدا. فطر ونزل شغله، حس بوجع بسيط في فم المعدة. قال لنفسه أكيد أكل تقيل وشوية حموضة وخلاص. أخد دواء معدة، الوجع خف شوية. كمل شغله. بعدها بساعتين حس بتقل في نفسه وعرق مش طبيعي. قال يمكن تعب شغل. قبل ما اليوم يخلص وقع على الأرض. الراجل ده ما كانش يعرف إن الوجع اللي حسبه معدة كان جلطة في القلب. والمشكلة إن القصة دي مش نادرة، دي بتحصل كل يوم. لو أول مرة تشوفنا ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. احنا تعودنا إن الجلطة يعني وجع صدر شديد يمتد للذراع الشمال وألم يخوف. لكن الحقيقة القلب أحيانا بيتنكر. في ناس كتير الجلطة عندهم بتيجي على شكل وجع معدة، حرقان، غيسان، قيء، إحساس بالامتلاء، ألم مش مفهوم، يعني أعراض أي أكل تقيل. بس الفرق إن ده قلب مش معدة. ليه يحصل كده؟ لأن الأعصاب اللي بتغذي القلب قريبة جدا من الأعصاب اللي بتغذي المعدة، فالمخ يترجم الألم غلط، يحس إن المشكلة في المعدة وهي في القلب. وهنا الخطر الحقيقي، لأن اللي بيحس بوجع صدر بيخاف، لكن اللي بيحس بوجع معدة بياخد دواء ويستنى. والانتظار في الجلطات قاتل. في فئات معينة الجلطة عندهم بتحب تختفي، زي مرضى السكر وكبار السن والمدخنين اللي عندهم ضغط أو كوليسترول. والأخطر إنها بتحصل أحيانا في شباب ملهمش تاريخ مرضي. تعال أقولك إمتى وجع المعدة ده يبقى مريب. لو الوجع جديد عليك، مش شبه أي وجع معدة قبل كده، جاي فجأة ومش مرتبط بأكل معين، ولو معاه عرق بارد، غيسان أو قيء، ضيق تنفس، دوخة، تعب مفاجئ أو إحساس إن في حاجة غلط، ساعتها ما تفكرش كتير. ما تقولش استنى شوية، ما تاخدش مسكن وتنام، روح طوارئ فورا. في ناس بتقول طب ما كل وجع معدة هنبقى قلقانين. الإجابة لأ، مش كل وجع معدة جلطة، بس كل جلطة ممكن تيجي كوجع معدة. والفرق بين اللي بيلحق قلبه واللي بيوصل متأخر دقائق وساعات، وأحيانا قرار بسيط. الفيديو ده مش علشان يخوفك، الفيديو ده علشان ما يستهونش بألم ممكن يكون فيه خطر على حياتك. لو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك أو فكرك بحد، ابعت له الفيديو ده فورا، واشترك في القناة علشان الوعي على خفيف أحيانا بينقذ حياة.